كتير من الناس بتخلط ما بين تيبس المفاصل وما بين التهاب المفاصل، رغم ان كل واحد فيهم ليه اسباب واعراض وعلاج مختلف تماما. فالنهارده هنبدا نعرف الفرق ما بينهم بالتفصيل وايه الحلول المناسبه لكل حاجه. فيلا بينا نبدا. اولا تيبس المفاصل او الجوينت ستيفنس، المريض هنا بيعاني من صعوبه في تحريك المفصل، خاصه بعد فترات راحه طويله، يعني زي ما مثلا لما يصحى من النوم يلاقي عنده صعوبه في الحركه، وبالتالي بيلاقي عنده محدودية في حركة المفصل بس بدون ألم شديد، وأحيانا بيكون في شد في العضلات المحيطة بالمفصل. والأسباب اللي ممكن تؤدي لكده أشهر حاجة الإموبيليتي، يعني قلة الحركة لفترة طويلة، أو ضعف في العضلات المحيطة بالمفصل، أو مشاكل في الأوتار والأربطة، أو بعد الجبس والعمليات الجراحية اللي بتتطلب تثبيت الإيد أو المنطقة اللي حصل فيها كسر أو اللي حصل فيها العملية لفترات طويلة. طيب إيه دور العلاج الطبيعي في الحالة دي؟ العلاج الطبيعي هنا بيهدف لتحسين مرونة المفاصل وتقوية العضلات اللي محيطة بالمفصل، وكمان علاج الشد العضلي اللي المريض بيحس بيه اثناء الحركه، وده بيحصل من خلال عدد من المحاور. العلاج الحراري زي مصادر الحراره زي مثلا الانفراريد او الاشعه تحت الحمراء، تمارين الاطاله الستريتشنج اكسرسايز عشان تعالج الشد العضلي وتزود المدى الحركي، واخر حاجه طبعا المانيوال ثيرابي او العلاج اليدوي عشان نزود مرونه المفصل ونعالج التيبس وبالتالي يزيد المدى الحركي مع المريض، والكتف او العضو ذات نفسه اللي حصل فيه الاصابه يرجع طبيعي بقدر المستطاع. اما التهاب المفاصل او الارثرايتس، المريض هنا فيه بيعاني من الم مستمر في المفصل بيزيد مع الحركه. افتكروا ان احنا قلنا في التيبس ان ممكن جدا ما يحصلش الم في الاول، ومش شرط ان الحركه تكون مرتبطه بالم. هنا من اسمه ده التهاب، لازم يكون فيه الم شديد، او في اغلب الاحيان بيكون فيه الم شديد بيزيد مع الحركه، تورم واحمرار وسخونه في المفصل، وساعات كمان بتحس بصوت طقطقه مع الحركه. تلاقي المريض بيقول انا لما باجي بحرك كتفي اسمع صوت طقطقه اثناء الحركه، ودي من العلامات المميزه ليه. طيب ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي لكده؟ ده من اسمه التهاب، يعني حصل التهاب في المفصل نفسه. اما الالتهاب ده كان بسبب مثلا العدوى زي السيبتيك ارثرايتس، او التهاب المفاصل الروماتويدي زي الروماتويد ارثرايتس، او حتى خشونه المفاصل الاوستو ارثرايتس ممكن تسبب بالنسبه لنا التهاب في المفاصل. طيب ايه دور العلاج الطبيعي والتاهيل في الحاله دي؟ العلاج الطبيعي هنا بيهدف ان هو يقلل الالم من خلال عده وسائل، زي برضه الالتراسونيك اللي ممكن تقلل بالنسبه لنا الالتهاب بنسبه كبيره جدا، وكمان تقويه العضلات اللي ممكن جدا يحصل فيها ضعف نتيجه الالتهاب ده، لانه على المدى البعيد زي ما احنا قلنا ممكن الالتهاب ده يؤدي بعد كده لماسل جاردنج، او ان الجسم يخاف او المريض يخاف ان هو يحرك الايد من كتر الالم، فيبدا يحصل ماسل جاردنج او الجسم ما يحركش المفصل لانه خايف من الالم، فيقل المدى الحركي بالنسبه لنا، وده يؤدي لضعف العضلات. فكل الحاجات دي بيحاول العلاج الطبيعي ان هو يرجع المفصل لحالته الطبيعيه بقدر المستطاع من خلال ان انا بعالج الالم وبقوي العضلات اللي موجوده حوالين المكان ده. كمان حاجه مهمه جدا اللي هي الفانكشنال اكسرسايزز، التمارين الوظيفيه، ان انا بحط العضو ذات نفسه في وظيفه، وده من اسرع الطرق ان انا اقدر ارجع بيها المدى الحركي بشكل سريع وبشكل اشبه بالطبيعي. ده طبعا بالاضافه للعلاج الدوائي الفارماسيوتيكال تريتمنت اللي بيكون مع دكتور العظام، اللي بيكون في خط متوازي عشان اعالج الالتهاب مع العلاج الطبيعي والتاهيل. وبالتالي بالمختصر المفيد عشان نفرق بينهم في كلمه ونص، التيبس من اسمه ده متيبس، يعني مفيش حركه، مش بنتكلم في الم، احنا بنتكلم في محدوديه حركه بدون الم شديد، بل كمان في الغالب بيخف بالنسبه لنا مع الحركه. فاحنا بنتكلم على ان المفصل ده قلت حركته بنسبه كبيره، وده درج اكتر للتيبس. اما التهاب المفاصل ففي هنا في الم نتيجه الالتهاب اللي حصل، مع طبعا تورم واحمرار زي ما قلنا في الاعراض، وكمان بيزيد مع المجهود. فبالتالي لو حضرتك كنت بتحس بتيبس او حتى الم والتهاب موجود بالنسبه لك في المفاصل، سواء كان ده او سواء كان ده، لازم تكشف فيها عند دكتور العظام. كل ما كشفت بدري يفرق معاك جدا في العلاج، والعلاج هيكون اسهل، وبعدها هتتحول لدكتور العلاج الطبيعي والتاهيل. العلاج الطبيعي في غايه الاهميه في الحالتين، وباذن الله ربنا سبحانه وتعالى ما يكتب لناش اي حاجه وحشه. بس كده دي كانت نهايه الحلقه بتاعت النهارده. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لي لايك، تكتب كومنت بدعوه حلوه تصلي فيها على سيدنا النبي. لو مهتم بالعلاج الطبيعي للاعصاب والعمود الفقري فهنا مكانك، المهم والاهم انك تصلي على النبي. انا مصطفى سليم، هنا حكيم اعصاب. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم.